بص هقول لك على حاجه. عندنا البوتاسيوم زي النيتروجين زي الفوسفور، يعني احنا بنحط كيماوي، بنحط سوبر، وبنحط سماد بلدي، وبنغفل عن عنصر البوتاسيوم. لمعلوماتك، المقررات السماديه لمحصول الجمح من البوتاسيوم، لو هتحط سلفات بوتاسيوم 0.050 مثلا، يكون مصدر كويس وحاجه خام كويس، المفروض 50 كيلو للفدان. لو هنحط نترات بوتاسيوم هنحط 25 كيلو للفدان، وانا للامانه بحب نترات البوتاسيوم. ليه نترات البوتاسيوم؟ عندي حاجه 6 6 43، 6 نيتروجين و6 فوسفور و43% بوتاسيوم. عندنا برضو النيتروجين والفوسفور دي تنشيط الجذور ودي نمو خضري وزياده التفريعات، بالاضافه لعنصر البوتاسيوم في صوره نترات، صوره سريعه الامتصاص، سريعه الحركه داخل النبات، تمام، بنسبة عالية جدا، بنسبة 43%. تمام، بنلجأ ليها علشان ده مقررات سمادية والنبات محتاجها. برضو البوتاسيوم بيعمل ايه معانا في النبات؟ اتزان مائي، رفع اجهاد، تمام، تحجيم للحبوب، تمام، وبيظبط لك برضه بيرفع من كفاءة عملية البناء الضوئي والأكسدة والاختزال داخل النبات. ما شاء الله حاجة محترمة جدا. طب انت بتستخدم ايه يا باشمهندس؟ انا بستخدم نترات بوتاسيوم اسمها شقارة، اسمها مالتي، دي من انتاج شركة السادات، حاجة محترمة جدا. تمام، هي دي. تمام، ده 6 6 43، 6 نيتروجين، 6 فوسفور، 43% بوتاسيوم، مالتي من انتاج شركة السادات، خام مستورد، خام اسباني، حاجة عالية جدا. تمام، الشكر ده مش هتلاقيه في اي حتة عشان بتاعتنا احنا وشغل حصري. تمام، للأمانة حاجة عالية جدا جدا جدا، خام اسباني وحاجة محترمة جدا. بيستخدم بجد ليه؟ زي ما قلت لك بيستخدم لو ري تنقيط 5 كيلو للفدان، ري غمر 10 كيلو للفدان. انا بنزل بيه كمقررات سماديه لمحصول الجمح بمعدل 25 كيلو، بديها له على دفعات 15 في 10 لو ري غمر. لو ري تنجيد بتديها له على 5 دفعات، كل على 5 اسابيع، حاجه محترمه جدا، هيديك 25 كيلو للفدان، حاجه محترمه جدا جدا جدا. تمام، وحاجه هتشرفك، هيديك تحجيم في الحبوب، زياده حيويه، يعني انت بتزود محصولك كما ونوعا من الحبوب وزياده المحصول وكحجما. فالبوتاسيوم من العناصر المهمه جدا لا غنى عنها، فاستخدامك للبوتاسيوم يزيد حيويه النبات وكفاءه النبات وتحجيم للحبوب وزياده المحصول. فاتمنى ان انتم تستخدموه. السلام عليكم.